خلي باغي الفلوس شنو كنسوى، ما عندي حتى حد انا سهر بيه. سبب وفاة الممثلة المغربية صفية الزياني. خيم الحزن على الوسط الفني والجمهور المغربي عقب وفاة الممثلة المغربية القديرة صفية الزياني إثر أزمة قلبية مفاجئة حسب ما أفادت به مصادر متطابقة. بركة ما مديك التروان في ديك الماعن صافي خلاص، شغل مشبوك ولا متروك. واش غادي نقول لك، انا عمرني في حياتي ما ست مرا كتغسل الماعن بالصباعيات. لا فهمت. وتعد الراحلة من الوجوه الفنية التي بصمت المشهد الدرامي المغربي، حيث شاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية التي لقيت متابعة واسعة، وتميز أداؤها بالعفوية والصدق، ما جعلها تحظى بمحبة واحترام الجمهور وزملائها في المهنة. وقد خلف خبر وفاتها صدمة وحزنا كبيرين في صفوف الفنانين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن تعازيهم الصادقة لأسرة الفقيدة، مستحضرين مسارها الفني وإسهاماتها في خدمة الفن المغربي. صفية الزياني هي فنانة وممثلة مغربية، ولدت في مدينة الرباط في المملكة المغربية سنة 1935 ميلادي، وتبلغ صفية الزياني من العمر 91 سنة، وتحمل الجنسية المغربية، وديانتها الإسلام. تعتبر صفية الزياني من أشهر الممثلات في المملكة المغربية، حيث شاركت في مجموعة مهمة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية المغربية، وهي من جيل الرواد المؤسسين لفن التمثيل في المغرب.